السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم ميدي سبور. سنتطرق من خلال هذه الحلقة للحديث عن حصيلة المحترفين المغاربة في أوروبا، وهي حصيلة جيدة لهذا الأسبوع لعدد كبير من اللاعبين رفقة أنديتهم ومساهمتهم في تحقيق العديد من الانتصارات عن طريق تسجيل أهداف وتقديم تمريرات حاسمة. وسنبدأ باللاعب سليم أملاح الذي سجل هدفه الأول مع فريق بلد الوليد، هدف جميل وجميل جدا. الهدف الثاني سليم أملاح مع فريق بلد الوليد ضد فريق مايوركا، المباراة التي انتهت بالتعادل 3 أهداف لمثلهما. تحصل سليم أملاح خلال هذه المباراة على تنقيط 7.2، وظل فريقه في المرتبة 17 على بعد مرتبة واحدة من السقوط إلى الدرجة الثانية، وعلى بعد نقطتين من المرتبة 18. ثم نتوجه إلى اللاعب عبد الصمد الزلزولي الذي قدم مباراة من أروع المباريات له هذا الموسم. فبعد أن كان متخلفا بهدف دون رد، أصبح ضد فريق إلتشي لينفجر عبد الصمد الزلزولي في الشوط الثاني ويسجل هدفين من أروع ما يكون. قدم من خلالها 3 نقاط غالية لفريق أوساسونا، نفسه نجما للمباراة بتنقيط 9. عيد للاعب عبد الصمد الزلزولي. ثم اللاعب يوسف النصيري الذي كذلك بدوره سجل هدفا رفقة نادي إشبيلية. المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما ضد فريق سيلتا فيغو، بعد أن كان فريق إشبيلية متقدم على سيلتا فيغو بهدفين للا شيء، استطاع أن يحقق نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما وتستمر أزمة نادي إشبيلية في مؤخرة الترتيب. فعلى اللاعب يوسف النصيري وكذلك الحارس بونو إيجاد فريق جديد مع بداية الموسم، لا سيما وأن هناك فرقا كبيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز تطلب ود اللاعب النصيري، وهي مهتمة بشكل جد باللاعب يوسف النصيري وكذلك ياسين بونو، فبالتوفيق للاعبين معا. ثم ننتقل إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية أو تشامبيونشيب كما يحلو للبعض تسميته، لنتحدث عن اللاعب عمران لوزة، والذي كذلك سجل هدفا جميلا لكن لم يكن كافيا لتحقيق نتيجة لفريق واتفورد الإنجليزي الذي تعادل بهدفين لمثلهما وظل في المركز 12. ولعب عمران لوزة 90 دقيقة تحصل من خلالها على تنقيط 8 حسب موقع سوفا سكور، ويقدم اللاعب مردودا جيدا بعد الرجوع من الإصابة. حظ سعيد للاعب عمران لوزة. ثم اللاعب أنس الزروري الذي حقق الصعود مؤخرا رفقة نادي بيرلي إلى الدرجة الأولى أو الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم كبير وتاريخي للاعب أنس الذي قدمه مع فريقه بيرلي، الشيء الذي جعل العديد من الأندية تتربص باللاعب أنس، نظير ما قدمه رفقة فريق بيرلي من مستويات كبيرة هذه السنة. ولعلم هذه الفرق بالإمكانيات والمهارات التي يمتلكها اللاعب، وأنه سيصبح نجما كبيرا في المستقبل إن شاء الله. هذه الفرق هي دورتموند وموناكو ومارسيليا الفرنسيات، هذه الأندية التي لها خبرة في استقطاب النجوم الصغار وتطويرهم ليصبحوا من كبار النجوم في العالم. خير مثال على ذلك هو اللاعب كيليان مبابي لاعب موناكو، ولاعب أشرف حكيمي رفقة دورتموند، وعزدين أناحي رفقة مارسيليا حاليا.